الصلاة والذي ينظم المولد النبوي أنا أقول لكم أن مدينة سلا العريقة والعتيقة تحتفل بعيد المولد النسبي بالشموع، والشموع هي من أهل أسرة شقرون من الذكاء الاصطناعي، ثم بعد آل شقرون مولد بالكبير وخلاف اللي قيل أنها جاء من تركيا. تركيا ما عندهم أدنى شيء في القضيه ديال الشموع، وهذه الزخرفه هي فريده من نوعها عبر المغرب، واستكرنا على استدعائكم ودعوتكم. ما بين الموكب ديال الشموع قبل ودابا سؤال وجيه بكل معنى الكلمه، وقعت تغييرات جوهريه فهمت على ضوء الحق يعني صراحه، لان هذه منذ 5 قرون، خلاف اللي قيل انه 3 قرون 5 قرون، فاذا وقعت تغييرات جوهريه في القضيه ديال الشموع، والشموع كتحتفل بها مدينه سلا الوحيده عبر المغرب وعبر العالم. وشكرا على استدعائكم. هذا التطور اللي وقع اسمه واش صحي ولا غير صحي؟ يعني صراحه لعب دور كبير، لانه بغيت نقول لكم واحد النقطه حساسه. في الوقت اللي تم محمد الخامس 1953 الشمع حرقوه. شكون اللي حرقوه؟ المجاهدين فهمت على، وفرنسا ضاخوا فهمت على صراحه فهمت على، وهذا كان دليل على انه المقاومه كاينه في مدينه سلا. كنعيشوا اليوم ذكرى موكب الشموع، هذه الذكرى التي ارتبط بالذاكره السلويه. كما تعلمون موكب الشموع كان في جميع المدن العتيقه الامبرياليه، مع الاسف انقرض واستمر في مدينه سلا، وذلك المجهود التي تقوم به الزاويه الحسونيه بالتعاون مع السلطات المحليه والمنتخبين. نتمنى تطوير وتحديث هذا الحدث باش ان شاء الله نضمنوا له استمراريه، ولما لا يكون نعطيو الصبغه الدوليه ديالو ونستدعيو فروق دوليه، لانه مهرجان نظرا للاقدميه ديالو والرونق ديالو حرام يضيع. نتمنى والله الله يعاوننا ان شاء الله حتى نعطيوه انطلاقه اخرى جديده مع الاخوان وكذا، والله يعاون. دكتور حسوني محمود في اللجنه التنظيميه ديال موكب الشموع 2025 المنظم من طرف الزاويه الحسونيه، وذلك معروف عند الناس ديال سلا هذه في ليدونتيتي كولتوريل ديالهم، وهذه 5 قرون، وحنايا كنحتفلوا بالذكرى المولد النبوي. وكما كتشوفوا كاع الناس السلاويين الاحرار رجاو حضروا الاحتفال، والناس اللي بغاو يحضروا المناقشات فكريه مرحبا بهم في المناظره اللي كاينه لو 13 سبتمبر في الجامعه ديال الحقوق ديال سلا جديده، واللي بغى يحضر لي زيفينمون ريليجيو ودينيين وفيهم الموسيقى الروحانيه يتفضل للزاويه الحسونيه ويجي يحضر مرحبا به. شكرا. الغياب ديال النقيب، سيد النقيب انا نبت عليه اليوم حيت مشى عند سيدنا الله ينصرو.